رجعنا لكم مرة تانية في دكتور هيلث، أكبر برنامج طبي في مصر والشرق الأوسط. فقرتنا النهاردة فقرة مختلفة عشان معانا طالب قرر يفيد الناس كلها بعلمه ويقدم كورسات ما بين الطب والكوميديا. معانا أحمد أمجد صانع المحتوى اللي بيقدم فيديوهات ومعلومات طبية مهمة جدا ومختلفة جدا. ازيك يا دكتور أمجد؟ أهلا وسهلا. كله زي الفل. عايزة أعرف بقى منك إيه العوامل اللي ساعدتك اللي أنت تتميز في جراحة المناظير، صح كده؟ مظبوط. أكيد في عوامل ساعدتك. أكيد طبعا. هو دايما يعني أنا بقول لأي حد بيسألني السؤال ده أو بيطلب نصيحتي في الموضوع ده هو نقطتين. النقطة الأولى إن أنت تحدد الباثوي اللي أنت ناوي تاخده بدري. يعني مثلا بالنسبة لطالب الطب بيكون في باثويز كتيرة متاحة ليه. انه يكمل نيابه في الجامعه، انه يكمل في وزاره الصحه، انه يقرر ان هو يسافر بره سواء الخليج، امريكا، بريطانيا وغيره. فانت لما بتحدد التخصص من بدري او بتحدد الباثوي من بدري، وده اللي انا عملته، بتقدر تعرف ايه الريكويرمنتس المطلوبه منك وبالتالي تقدر تتميز فيه. النقطه الثانيه واللي ممكن ناس كتيره تختلف معايا فيها ان انت تحدد التخصص من بدري. انا عشان قدرت احدد تخصصي من بدري وان انا عايز جراحه وبالذات جراحه المناظير والروبوت، قدرت ان انا اعرف ايه المجالات او ايه الكورسات اللي انا محتاج اخدها عشان اطور من نفسي، ازاي اقدر اطور الهاند سكيلز بتاعتي سواء مناظير روبوت، فين ايه المجالات اللي انا محتاج اتعلمها اكتر، ايه الكورسات اللي انا محتاج اخدها وهكذا. فده بالنسبه لي من وجهه نظري ان انا نقطتين لو قدرت ان انا التزم بيهم هقدر احقق انجاز كبير جدا في سن صغير. طيب دكتور، حابب اسالك ايه فكره كورسات المناظير وتجربتك معاها وازاي فتحت لك باب في التطبيق العلمي عليها؟ انا بالنسبه لي يعني انا الموضوع بدا معايا من وانا في سنه ثانيه. ما هو كورس مناظير خدته، كان اول كورس مناظير اخده. بصراحه لقيت ان الحمد لله يعني الهاند سكيلز كويسه ولقيت ان الدنيا ماشيه كويس. بعد كده فتح لي باب تاني في الجمعيه اللي انا حاليا الحمد لله مدرب فيها، جمعيه ميسي اكاديمي، تحت اشراف رئيس قسم النساء والتوليد دكتور حسام عبد المجيد في جامعه حلوان. وبصراحه هو كان سبورتيف جدا معايا في النقطه دي. بدات خدت معاهم كورس في الاول برضو تقريبا وانا في سنه ثالثه. الحمد لله اثبتت كفاءه وكان اثبتت ان في هاي بيرفورمانس. يعني شويه بشويه بقيت فاسيليتيتور، شويه بشويه بقيت كو ترينر، وهو الحمد لله بقيت ترينر. ويعني ده ما كانش كفايه برضو، بقيت باخد ساعات معتمده من امريكا الحمد لله في جراحات المناظير والروبوت، والحمد لله يعني. الحمد لله. طيب دكتور احمد، امتى ابتديت تهتم بالبحث العلمي وايه الانجازات اللي انت عملتها في؟ بدات برضو من سن صغير، كان تقريبا من وانا في سنه ثانيه وسنه ثالثه برضو بكورس خدته. وبعد كده ابتديت اتواصل مع ناس بتنشر في مجال بالذات مجال الجراحه، على راسهم طبعا منتور الشخصي بتاعي دكتور محمد زيدان من جامعه اسكندريه. تواصلت معاه وبدانا فكره النشر او البحث العلمي. الحمد لله دلوقتي لينا ابحاث في مجلات علميه كبيره، Q1 كلها التصنيف من الربع الاول. لسه الحمد لله اخر حاجه كان اكبر مؤتمر لجراحات المناظير في اوروبا، كنا لسه مقدمين ابحاث فيه، كان في صربيا. ده خلانا ان احنا نقدر نفتح كمان زي كوميونتي او لاب صغير اسمه ريسيرش بابايروس لاب. بنحاول ان احنا من خلاله ان احنا برضو نوصل خبراتنا للطلبه اللي عايزين ينشروا في مجال الجراحه والى اخره. ومنه برضو قدرنا نفتح لاب اسمه ريسيرش ريفاينري لاب. ده بنقدر نقدم من خلاله خدمات بحثيه لو مثلا حد عنده داتا وحابب ان احنا نفيده بخبراتنا، طبعا بمعايير المجالات العالميه، سواء في الاستاتستكس، في الاحصاء، في الكتابه والى اخره. طيب دكتور، حته كوميدي كده من الحتت اللي بتوجعنا لنا، ايه فكره دكتور دو وليه دمجت الكوميديا معاها في حاجه علميه؟ هو للاسف يعني احنا في الفتره الحاليه الناس، احنا في عصر السرعه. الناس خلاص ما بقتش حد قادر انه يتفرج على فيديو طويل او ان هو بينصحه، بقى كله عايز يقعد على التيك توك ويقعد يقلب ويسكرول. فمن هنا جت الفكره ان انا حابب ان انا اقدم ميديكال كونتنت ميكس كده مع الميمز. انا شخصيا بحب الميمز جدا. فانا حاولت ان احنا ندمج النقطه دي، ان احنا نحاول ندمج الميديكال كونتنت مع الميمز والحاجات دي، بحيث ان احنا تشجع الناس انها تعرف معلومات طبيه وفي نفس الوقت تبقى حاجه لذيذه يقدروا يستفيدوا منهم. ان شاء الله ان شاء الله في مفاجات كبيره جدا يعني الفتره الجايه على القناه. طب عايزين نعرف شويه مفاجات من المفاجات يعني ان شاء الله هنقدم فيديوهات بطرق مختلفه. ان شاء الله هنستضيف ناس مشاهير في مجال الطب والجراحه. في مفاجآت مش عايزين نحرقها دلوقتي. طيب بتنصح ايه لطلبه الطب والله اللي لسه داخلين الكليه وخايفين؟ انا نصيحتي دايما لاي حد زي ما قلت لحضرتك في الاول، ان هو انت حاول اختار طريقك من بدري، وحاول ان انت تختار تخصصك من بدري. ده من وجهه نظري. ان شاء الله في الفتره الجايه، ودي حاجه هنعلنها يعني على صفحتي الشخصيه قريب باذن الله،
احنا بنحاول دلوقتي نفتتح زي اسره او كوميونتي لتعليم الطلاب او الاندر جراد، الطلاب لسه مش متخرجين، مهارات الجراحه والمناظير والبحث العلمي بالذات برضو في مجال الجراحه. تبقى حاجه قويه جدا يعني، انتظروها قريب ان شاء الله. ان شاء الله. نورتنا يا دكتور احمد نعم، امجد. نورك. دكتور نورتنا يا دو، دكتور. فرصه سعيده جدا، فرصه سعيده جدا. ولسه مكملين فقراتنا في دكتور هات.